بسم الله الرحمن الرحيم. رجل لم أرى مثله أبدا، يكد ويتعب عملا، ولا يعرف إلى طريق الهمة كسلا. راتبه يتحول إلى البنك مباشرة، وكان صاحب همة عالية، فقال: لن أسحب منها أبدا حتى أجمع ما يبني لي البيت، وأتزوج وأرزق بالولد، فيكفي ضياع لمالي. وبعد سنوات توجه للبنك طالبا رواتبه ل7 سنوات مضت. قال موظف البنك: عذرا، رصيدك فارغ، لقد تحولت رواتبك لأناس آخرين وأنت تأخرت علينا. فقال: كيف؟ بتعبي وكدي سنوات، فمن هم وما أسماؤهم لأشتكي وأرفع عليهم قضية؟ قال: هم من اغتبت وأنت تجمع مالك، إنهم فلان ثقيل دم، وفلان قصيرة، وفلان غبي، وفلان ليس له أصل، وغيرهم. بل يؤسفني أن بعضهم سيرفع عليك قضية يطالبك بمال. هذا أحبتي مثل، ولله المثل الأعلى. قال الحق: ولا يغتب بعضكم بعضا. فإياك أخي الحبيب أن تجمع لتهدي حسناتك لغيرك بلا تعب، ويلقون عليك سيئاتهم، فلا تتأخر بالتوبة، وادع لمن اغتبتهم بالمغفرة والرحمة. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم أحبة الغيبة، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله بعدد من تاب عن الغيبة وبمن غفل.